السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في بداية الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي وتحط لي اللايكات الحلوة دي. يا رب اللي يحط لي لايك للفيديو ده يكون عند النبي محمد قبل ما يخلص شهر رمضان بإذن الله. النهارده بقى طول شهر رمضان انا ما بشتريش قطايف من بره، بعملها في البيت سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت انت ضامنة انت عاملاها ازاي. هنا معانا 4 كوبايات من الدقيق، تمام، ومعانا معلقتين من الخميرة كبار ونص معلقة كبيرة كده من الخميرة، ومعانا معلقة كبيرة نشا ومعلقتين كبار لبن بودر ومعلقة كبيرة سكر ورشة ملح، تمام. معانا هنا طبعا لكل كوباية دقيق كوباية مية، يعني حطينا ال4 كوبايات دقيق 4 كوبايات مية، تمام. هنقلبها كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات او اي كتل وتعمل معانا في القطايف وتبوظها لنا، تمام. في الوقت ده ممكن تحطيها وتخلطيها او تضربيها في الخلاط بدل المضرب العادي او بمضرب كهرباء، تمام. هنا معانا بقى بنصفيها زيادة تأكيد لحسن يكون فيها اي حاجة، تمام. هنا بقى الدورق الازاز ده في ذمة الله كده يعني وقع اتكسر مني بالعجينة، قدر الله ما شاء فعل. كان يعني صراحة غالي عليا كده، كان حد جايبهولي هدية. زي ما انتم ما شايفين كده صفناها كويس جدا. هنا معانا طاسة تيفال أو جرانيت، ما تنفعش القطايف في ألمونيا خالص. دهنة زيت صغيرة كده وبعد كده ننزل فيها بالقطايف. طبعا العجينة ما اتكبتش كلها مني يعني، بس اتبقى نصها الحمد لله كملتها عادي. والطاسة تكون على نار سخنة بس نار هادية لحد ما تعمل معانا فقاع بالشكل ده. تبقى كده القطايف بتاعتنا ناجحة 100%. بكوبايتين دقيق ما شاء الله تعملي عظمة في البيت وسهلة كده ومقرمشة وجميلة. بصوا ما شاء الله تبارك الله خطيرة. طبعا الحجم اللي انت بتحتاجيه كبيرة صغيرة بتتحكمي فيها زي ما انتم ما شايفين كده ما شاء الله. ما تنسوش اللي وصل لحد هنا يصلي على سيدنا محمد. طبعا الحشوة اي حشوة انت تحبي تحشيها احشيها لها، قشطة، كريم شانتيه، مكسرات، اي حاجة، تمام. بسم الله ما شاء الله. وده كده خلصت القطايف معانا طرية وبتتقفل بكل سهولة، والعجينة ريحتها